اهلا بيكم، معاكم كينج وايلد دريفت. فيديو جديد. جاهزين يا ابطال؟ شكل ريد جيمز ناوية على مفاجأة تقلب اللعبة حرفيا. النهاردة جبت لكم تسريب ناري، 3 ابطال جايين قريب وايلد دريفت. ابطال شكلهم هيغير الميتا ويعملوا دوشة في كل لين. ركزوا معايا للنهاية لان التسريب ده مش هتلاقيه في اي حتة تانية. يلا بينا. أول بطل معانا هو تشوجز، وده بيلعب في السولو لين، وده تانك ميج. يعني من الآخر كده هيقدر يشيل التيم كله في كرشه. استعدوا تشوفوا المهارات اللي هتخلي أي حد يقف قدامه يندم. وأول حاجة معانا هي الباسيف بتاعت شوجز، وبعدين معانا المهارة الأولى، ودي حرفيا هتشلك. شوجز بيعمل تحت لأي شخصية أو حسب المكان اللي هو عايز يضرب فيه، بيعمل زي نظام دورية صغيرة كده بيطلع منها شوك، وأي حاجة واقفة على الشوك ده بيرفعها لفوق يعني لمدة برنج قليل، بس بيستناها حبة حلوين. فهتكون حلوة جدا في الفايت، وهتفيده جدا جدا جدا، وهتكون مهمة في الفايتات. فخلي بالك منها وحاول تخرج براها لما تلعب قدامه. وتاني مهارة معانا هي ان الشوجز بيطلع زي شعاع كده من بقه لو جه في اي شخصية او اي انمي، بيعمل لها كلوز لاي سكيل اللي هو يستخدمه. اما بالنسبة للمهارة التالتة فهو بيرمي زي شوك كده بتخبط في الانمي، ولو في وراك انمي او ورا الانمي في مانيز فهو بيخبط في كذا حاجة اللي ورا بعض، يعني دي تضرب زي نظام بالصف كده مرة واحدة. اخر مهارة معانا وهي الالت بتاعته، وهو حرفيا بياكلك. لا حرفيا بياكلك. عشان كده قلتلكوا ان ده هيعبي الانمي تيم في كرشه. وتاني بطل معانا هو سمولدر، شخصية بتلعب في الديولين، يعني على طول بيلعب مع السبورت. شخصية من الشخصيات الممتعة جدا، يعني بيطير وبيعمل كل حاجة وبيطلع نار من بقه. فأعتقد الشخصية دي بالنسبة للناس اللي بتلعب ديولين هتعجبهم جدا جدا. ويلا بينا نستعرض مهاراته سوا. وأول حاجة معانا هي الباسيف بتاعت سمولدر. وسمولدر الباسيف بتاعته عبارة عن انك بتجمع استكات، وطول ما انت عمال تجمع في الاستكات بتاعتك وتزيد، كل ما المهارات بتاعتك قوتها تزيد. بس المهارات الأساسية بس، يعني الألت هيفضل زي ما هو. والمهارة الأولى عبارة عن إن هو بيرمي زي قذيفة لهب كده على الانمي تيم أو المينز، وزي ما قلتلكوا مع الاستكات المهارة دي بتقوى ودمجها بيزيد. نيجي للمهارة التانية، وهي عبارة عن إن هو بيتقلب أوتشيها إيتاتشي، وبيرمي قذيفة لهب من بقه. أما بقى المهارة التالتة فهو إن سمولدر بيطير وبيضرب الانمي وهو طاير، وكمان فيها ميزة انه يقدر يطير من فوق الاسوار. فعادي يقدر يهرب بقى من الجنجات لو الجنجل عمل له جنجات، فدي ميزة حلوة جدا كديولين. اما بقى المهارة الرابعة اللي هي الالت، هو عبارة عن سمولدر بيعيط بجد، وبينادي على امه ويقول لها ماما الحقيني، فتقوم جاية بخ نار على الانمي تيم او على اي مكان انت بتحدده. واخر بطل معانا يا ابطال هو نورا. مش عارف بيتنطق نورا ولا نورا. المهم ان ده شخصية ميد بتلعب ميج. الصراحة وللأسف مفيش أي تسريب للمهارات، فمش هعرف أعرض لكم أي حاجة. ودلوقتي ده كان تسريب ال3 أبطال اللي هينزلوا قريب جدا جدا، وتقريبا في باتش 7.0. حضر نفسك للأبطال عشان تتعلمهم وتلعبهم وتتعود على الاستراتيجيات اللي هتغير كل حاجة. ما تنساش تتابعنا عشان يجيلك كل فيديوهاتنا أول بأول، وتتابع معنا التسريبات والباتشات، وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه هنا. سلام.